انا مش عارفه ابدا منين ولا ازاي، بس يعني صديقه عزيزه على قلبي جدا. والله احنا يعني اما بنيجي نتكلم بنبقى متشوقين للكلام. ايوه، فلازم بقى الكلام ده يبقى قدام الكاميرا انا بصراحه. واخده بالي ان احنا هنتفضح النهارده. بالظبط. يعني مسيره 14 سنه as a celebrity artist، برضو دي مسيره نجاح جديره بان احنا نتكلم عنها. ثانك يو. وبالذات كونك كمان، وان انت حققتي كل الانجازات اللي قدرتي تعمليها، بالذات كمان الفتره الاخيره، صح. مع انك عندك طفلين. دي بصراحه حاجه ده احييكي حرب، عليها. ده حرب. احييكي. دي حرب، انا اكني في حرب بالظبط. مم. دي حقيقه اللي الناس يمكن مش عارفاه، يعني ان الشخص يكون عايز ينجح في شغله وفي نفس الوقت تبقى عايزه تكون it's really hard. بس how do you do it بقى؟ بصي، هو الموضوع ده بجد انا بحب البرفكشن عامه. فعشان تكوني perfection as a celebrity makeup artist، وعشان تكوني كل حاجه في حياتك وفي بيتك مظبوطه، it's really hard، ومفيش حد بيعملها. it's really hard. خلينا نكون صراحه. يعني انا بشوف على السوشيال ميديا كتير ناس بتقول انا عارفه اعمل البالانس ده، فبقعد اسال نفسي هل انا اللي فيها حاجه غلط ولا الناس هي اللي صح يعني. بس لا، هو ان انت تكوني تعملي بالانس في الموضوع ده it's really hard، ومفيش بتعرف. بس ان انت تكوني قدام نفسك وقدام قلبك ان انت بتطمنيه انا كويسه، وانا بشتغل في شغلي وشاطره في شغلي، ده اللي احنا عايزينه. وان انت تكوني سايباها على ربنا، لانه ان انت تدخلي في حرب نفسيه دي اصعب حاجه بالنسبه لاي حد، وانا بدخلها كتير على فكره. بدخلها كتير وبتبقى صعبه عليا وعشان تبقي ارتست شاطره ده عايز مود. الموضوع على فكره مش موضوع ان انت اسمك ميك اب ارتست بس. اللي انا شايفاه اليومين دول انه اي حد ممكن يبقى ميك اب ارتست، اي حد ممكن يبقى فاشن ديزاينر، اي حد ممكن يبقى هير دريسر. لا، الموضوع صعب ولازم تمشي السلم من اوله. عشان الناس مش عارفه ان ممكن تكوني لاكي في الاول، بس الاستمراريه صعبه. الاستمراريه no it's not easy. فالبالانس، لا البالانس صعب، عشان انا طبيعيه بقول الحقيقه، لا انا مش بعرف اعمل بالانس، بس بحاول. وعيد الام على الابواب، انا مبسوطه قوي ان انت قلتي الكلام ده. عشان بجد في جيلنا اتليست دلوقتي كل يعني او كتير، مش كل، كتير قوي من الستات بيطمحوا ان هم ما يبقوش بس عايزين جنب ان انا ابقى ولادي فخورين بيها، ابقى عندي كارير، ابقى عندي كيان. فده صراع. بصي، فكره ان انا عايزه ان ولادي يبقى فخورين بيا دي حقيقه. انا فعلا عايزه ولادي يبقى فخورين بيا، وبالذات ابني الكبير. يعني لما يقعد يقول لي مامي ام سو براود اوف يو، التيتشرز بتوعه في المدرسه يقولوا لي ده حمزه بيقعد يكلمنا عليكي، دي معناها ان انت بتعملي حاجه وحلوه. يعني بتعملي حاجه وشايفك قد ايه بتتعبي. على فكره تاثير ولادك معاكي ان هم يقولوا لي كلمه حلوه دي احلى حاجه في الدنيا. طبعا. مش بس من امك ولا من ابوكي ولا من جوزك، لا انت تسمعيها من ولادك اللي انت بتتعبي معاهم وبيشوفوكي قد ايه. يعني ساعات كده برجع من شغلي واقول انا نفسي حد يقول لي كلمه حلوه، انا نفسي بجد حد. انا شفت النهارده يوم صعب، بلاقي حمزه بيقول لي. يمكن عمر عشان صغير شويه. في صراعات نفسيه انت بتقولي انك بتاخديها، هل من ضمنهم الاحساس بالذنب؟ لا، احساس بالذنب ده نون ستوب. وحته جلد الذات كأم، اللي هو انا سبت عيالي اسبوع وسافرت ما انا بشتغل على فكره، انا مش بلعب. ولا انا عندي حته الفن. ما دي حاجه بقى مشكله لازم نتكلم عليها النهارده، عشان الناس تعرف على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا از فيري فيك. ولو انت قعدتي تقارني نفسك بكل حد هناك، انت مش هتتعبي، انت المنتل هيلث بتاعتك هتتدمر. وده طبيعي باي ذا واي. يعني ان انا ساعات اشوف هم ازاي بيعملوا كل ده في نفس الوقت. مش معقول، ده مش حقيقي. صح. فده مش حقيقي فعلا، لان انت بتشوفي behind the scenes، انت بتشوفي السيلبرتيز. على فكره السيلبرتيز بيتعبوا جدا، ما بيناموش، بيسهروا. في سيلبرتيز كتير بياخدوا حاجه حياتهم بتاعت الشغل دي very serious. انتوا بتشوفوا الريد كاربتس، بتشوفوا الانترفيوز، بتشوفوا الحاجات دي. احنا بنشوف قد ايه هي بتبقى تعبانه وهي بتعمل ميك اب. قد ايه انا في سيلبرتيز كتير ناموا وانا بعمل ميك اب، ناموا. انا مش بهزر معاكي. اوف. شفت كل ده.
وشفت قد ايه التليفونات اللي بتيجي من ولادهم، ولا شفت قد ايه هي عندها مشكله في شغلها ومش عارفه تحلها ازاي، هي مش موجوده في نفس البلد. لا، الناس دي بتتعب، كل واحد في شغلته بيتعب. اللي انا عايزه اقوله ان السوشيال ميديا از فيك، ده حقيقي، بس ازاي تحاولي ان انت تو بروتكت يور سيلف من السوشيال ميديا، ان انت ما تاثريش. وده ليه علاقه كبيره جدا بالايمان، ان انت تكوني مؤمنه ان انت في يعني انا عارفه I know my worth، وقد ايه انا استاهل more than that، وقد ايه ان انا استاهل. انا اتظلمت كتير في شغلي، كتير قوي اتظلمت في شغلي. لا، اتظلمت بطرق كتيره. اتظلمت ان انا مثلا السليبرتي كان مزاجها وحش، فعملتني بطريقه وحشه، الميك اب ما طلعش احلى حاجه بالنسبه لها، مش بالنسبه لي، فهي مودها وحش فهتطلعوا عليكي. ان كلاينت متعصبه وفرحها ومتعصبه على كل الناس، فمش شايفه حاجه حلوه. ما انت لما تكوني متضايقه انت عمرك ما تشوفي حاجه حلوه. صح. وده اللي بيحصل حتى معانا. احنا لما نكون متضايقين مش هنشوف حاجه حلوه. فان انت تحاولي ان انت ما تتاثريش بكل كلمه، وتبقي واثقه في نفسك، وتعرفي ان ربنا حطك في الحته دي دلوقتي for a reason. انا عارفه ان انا استاهل اكتر من كده، وعارفه ان انا ممكن اخد اكتر من كده. ولا انا مثلا كل ام بتفكر انا لو عيالي مش معايا دلوقتي كان ممكن اكون ناجحه في الحته دي، كان ممكن اكون في حته تانية. حقيقي انت محطوطه في المكان ده for a reason. ممكن ده ما يكونش الوقت بتاعك، ووقتك هيجي. وده اللي الناس مش عارفاه، وده بيبقى قله ايمان. مش بقول ان انا perfection، طبعا لا، انا بيجيلي قله ايمان كتير. بيجيلي ان هو ازاي دي خدت ده وانا ما خدتوش، ازاي انا ما وصلتش وانا استاهل اكتر. اكيد بيجيلي، بس مش بيجيلي كتير زي ما بيجي لحد ممكن يكون بيقول لا انا ربنا معايا، وانا عارفه ان انا في الحته دي دلوقتي for a reason. يمكن ربنا مش عايزني اكبر اوفر عشان حسد، عشان اهتم بعيالي. ايش عرفك ان انت لما تكوني ناجحه تهملي عيالك؟ ممكن احنا بني ادمين، صح. بيحصل. ايش عرفك ان انت لما تكوني ناجحه قوي ما تتغريش؟ ايش عرفك؟ فاكيد انا موجوده في مكاني ده for a reason، ومش متضايقه خالص. يعني بعد ما بيجي الصراع النفسي ايمانك هو اللي بيهديكي. وحاجه تانية، ان انت تعرفي تطلعي نفسك من الغرقان اللي انت فيه. وحصل لي كتير قوي، انا غرقت كتير قوي في حياتي وفي شغلي، سواء مع عيالي او ولادي، او سواء في شغلي. ان انت دلوقتي انت مش لوحدك، انت عندك مليون منافس. صح. ازاي بقى تبقي غير من 14 سنه؟ انت بقى احلى حاجه بقى في شخصيتي دي، انا حاجه بحبها، حطيني في المنافسه وسيبيني. انا بحب المنافسه، بحب ادخل التشالنج ده. ده العكس بيخليني اكبر. حلو، دي منافسه صحيه، صح. بس اكيد اتعرضتي لمنافسه غير صحيه. اكيد يا لهوي كتير. وما عنديش مشاكل على فكره، عادي. منافسه غير صحيه ان انا اتهاجمت على السوشيال ميديا من ميك اب ارتست. اتهاجمت مهاجمه مش عاديه، اتهاجمت بقله ادب، بطريقه وحشه في الكلام، بتهجم. وده مش عادي، ده it's not normal. يعني تعدى عليكي لفظيا، تعدى عليا لفظيا، وتعدى عليا نفسيا، وتعدى عليا بكل المقاييس. ان انت تبقي عارفه هو بجد هو very professional في شغله، تعب في شغله، بقى اقدم منك، في احترام، في حتى لو احنا هو whatever مين الشخص، سنه اصغر سنه اكبر، انت لازم تتكلمي مع الناس. يعني افرض مديرك على فكره ممكن يكون مدير في الشغل اصغر منك، عادي بتحصل، بس عنده خبره اكتر منك، عنده تعب اكتر، whatever ايه اللي بيحصل، بس انت لازم تعاملي الناس باحترام. ده ما حصلش معايا. لازم تفكري 1000 مره وانت هتقولي الكلمه من بقك، لانك انت بتكلمي زميلك، مش بتكلمي حد معاكي في البيت وهيفهمك، انت بتكلمي حد من زمايلك في الشغل. فلما حصل لي كده انا اتأذيت نفسيا جامد. my mental health مش اتدمرت عادي. طب ليه مش بسبب اللي حصل لي، مش بسبب اللي اتقال لي، بسبب ان انا ضعفت في حته ايه. هو ممكن يكون حد شايفني وحشه قوي كده، ممكن يكون حد شايفني قليله قوي كده، فاهمه؟ فاللي قوي ده بقى فيا ورجعني تاني على التراك هو ايماني بربنا. ان انا
صلي، التزمي، ربنا معاكي، اهدي، اقري قرانك، ادعيتك، هتبقي زي الفل. وده اللي حصل. توكلي. ومن يوميها وهي دي لحظه ما كبرت ريهام تاني. لان انا وقعت وقت ما كنت خلفت عمر. وقعت جامد في شغلي، مش قادره اقوم، انا ولدت سيزيريان. ازاي هقوم شايفه الناس كلها بتشتغل وانا قاعده لمده سنه مش قادره. فاللي رجعني تاني هو ربنا، واللي رجعني تاني الحركه اللي حصلت دي. انه انا كل ما بيحصل لي حاجه وحشه بقوى مش بضعف. تقومي نفسك تاني بدل ما تغرقي، لان الدنيا حلوه، ربنا مديها لنا جميله. ما ربنا ما قالش اقعدي في بيتكم ما تعمليش حاجه، ربنا قال اتبسطي بالدنيا. لكن ما don't put pressure on yourself. ما تقلليش من نفسك. you worth more. بس انت كنتي لسه بتقولي برضو ان انت behind the scenes بتشوفي كل يعني كل الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش امام الشاشات والكواليس اللي بتحصل ورا الكاميرا. فايه ممكن يكون مثلا حاجه حصلت لك behind the scenes او حاجه موقف اتعرضتي له behind the scenes؟ لا كتير اتعرضت، بقالي 14 سنه. اتعرضت ان في شخصيه معينه رمت الليبستيك في وشي في نص تصوير كامل قدام الناس كلها. كده الشخصيه ده يعني سيلبرتي. اترمى في وشي الليبستيك كده، اللي هو ده في اول ما اشتغلت. خلي بالك انا اول ما اشتغلت ما كانش عندي برضو الاكسبيرينس اللي انا عندي دلوقتي، اللي هو انا جامده تعرفي تقفي لنفسك، اللي هو اقفل لنفسي. على فكره اللي قواني شغلي عشان تكوني فاهمه. ما احتكيتي بقى؟ احتكيت بالدنيا انا لوحدي، ما حدش كان موافق اصلا اشتغل الشغلانه دي. يعني فعلا من 14 سنه كان اصلا في تابو جامد قوي على كلمه ميك اب، وعلى ان انت تروحي للناس، وعلى ان انت بابايا ومامتي كانوا بالنسبه لهم ايه انت ازاي هتعملي كده؟ I want to do this. انا عايزه ابقى كده، وعايزه اعمل كده، وعايزه ابني نفسي بنفسي، وعايزه اصرف على نفسي، وعايزه you don't. بابي بقى يقعد يقول لي انت مش محتاجه يا بنتي، انا معاكي، انا مش عارفه ايه، لحد ما اثبتت لهم ان انا I can do this. انا هكبر وانا هوريكم قد ايه ريهام دي تقدر تعمل. ايوه. وساعتها بقى انا شفت السبورت اللي عمري ما شفته في حياتي، سواء من مامي بابي او من بعد كده بقى جوزي. من جوزي. يس. بس هم اكيد كان خوفهم عليكي بسبب الحاجات اللي ممكن تتعرضي لها. انت بقى ما بتعرفيش ده غير لما بتشتغلي. يعني ما بتعرفيش قد ايه. ما احنا كنا صغيرين يعني شباب، يعني زي مثلا ما مامي تقول لي لا انت لازم ترجعي الساعه 10 بالليل، او بابي يقول لي لازم انت عندك كيرفيو، انت عندك. ما كناش بنقول كنا بنزعل على فكره. صح. لا دلوقتي انا عارفه مامي بابي كانوا بيعملوا معايا كده ليه؟ خايفين عليا ومش عايزيني اقابل الحاجات اللي انا بقابلها دلوقتي. قابلتي ايه بقى؟ لا قابلت حاجات كتير. قابلت زي ما قلت لك موضوع الليبستيك ده. انا مره سبت. هي ليه عملت كده اصلا؟ اي دونت نو والله مش عارفه يعني. ما وهي بتحبني جدا وانا بحبها جدا لحد دلوقتي، بس يعني كانت متعصبه يعني. كانت متعصبه فتعصبت عليا عادي. هو مش عادي، اتس نوت عادي. بس عرفت بعد كده ازاي يعني ازاي اتصرف في موقف زي ده. انا مش هشتغل تاني. انت عملتي كده مش هشتغل معاكي تاني. مره سبت سيلبرتي في نص، مش في نص الشوت اكشلي، اول ما بدات ميك اب ما عجبنيش الاتيتيود بتاعي، رحت سايبها. لما اتعلمتي بقى ازاي تتصرفي كنت لسه في النص برضه. تتعلمي. خدت ماي ميك اب كيت وسلام عليكم، مش هتشوفيني تاني اصلا. واي حد غيري ممكن يطلع على السوشيال ميديا يقول مثلا انا هفضحها. دي اسهل حاجه. ما انت اسهل حاجه تفضحي البني ادم قدامك. مش هينفع تعملي كده، لان ربنا مش هيكرمك في شغلك. هتحسي ان انت لا انت عندك ولاد، ما ينفعش تعملي كده في حد. انت ممكن يحصل في اخواتك، ممكن يحصل مع ماي بابي، ممكن يحصل مع ولادي. حرام، ربنا ما قالش نفضح حد. فاما حصل لي الموقف ده انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا خدت بعضي ومشيت. هتعمل ايه هي؟ شوت باظت. بس كده. سمبل. ده ابسط رد. لا وشفت ظلم كتير. شفت ظلم مع براندز، شفت ظلم، شفت ناس بتفضل ناس عن ناس، شفت هجوم من ميك اب ارتست، شفت اتيتيود من ميك اب ارتست كتير وحش. في ناس كتيره مش بس سيلبرتيز، انت بتتعرضي لهجوم من براندز، من ميك اب ارتست تانيين، من سيلبرتيز، من كلاينتس. انت ازاي تكوني بقى تحافظي على نفسك منتلي؟ انت دمرتي الانفايرمنت. صعبه. انا الانفايرمنت مش صعبه، عادي. دي مش توكسيك، عادي. ده توكسيك بزياده.
وعشان تحافظي على نفسك ده انت محتاجه دكتور نفساني يقعد معاكي بقى كل بجد يوم. والله يا طبعا ريهام؟ دكتور نفساني بتاعتي مامتي. دي الدكتوره النفسانيه. وبعد أيوة. كده بقى لقيت لي جوزي بيشيل كتير قوي. وجوزي وانتوا ما تعرفوش قد ايه احنا انا بلمس وش وبلمس جسم الكلاينت او السيلبرتي اللي انا بعملها، فالانرجي بتاعتها بتوصل لك سواء متعصبه يس. فانت اي حاجه هتقولها لي وانا بعمل ميك اب دي هتوصل لبيتي، هرجع متضايقه من الكلام لان انا بتاثر قوي من كلام الناس. لو انت زعلانه من براند انا ممكن اغضب على البراند دي غصب عني، بتاثر. لو انت حد قعد يتكلم معايا على حاجه بتاعته شخصيه واثرت فيا ده هيطلع على ولادي في البيت. فالناس بس لو تفكر في بعض، ولو انا بقول لك على فكره انت حلوه قوي، انت بجد هتنامي تقومي صح. ريهام قالت لي كلمه حلوه. انا ابتسمت دلوقتي. ريهام قالت لي كلمه حلوه. اي يعني انت بسطتيني بالكلام الحلو. تخيلي كام كومنت وحش عليكي على السوشيال ميديا، تخيلي كام كومنت وحش على سيلبرتي على السوشيال ميديا، عشان انا بكون بيهايند ذا سينز. لما السيلبرتي تحط بوست ولا انا احط بوست بشوف كومنتس، ازاي حد يستحمل، ازاي بني ادم يستحمل كل الكره ده. وانا شايفاها هي ما عملتش حاجه، هي قاعده في بيتها بتلبس تتظبط عشان تظهر لك بمنظر حلو بس كده. هي عايزه تبسطك، هي طالعه تي في تبسطك، او انا طالعه اعمل توتوريال واحس ان انا بتهاجم. ليه انا اقول كلمه وحشه لحد؟ قد ايه ده بيأثر. الناس ما بتبقاش عارفه. لما حد يقول ايه ده انت تخينه قوي، ايه ده انت حواجبك وحشه، ايه ده انت شعرك خشن قوي، ليه؟ استفدت ايه؟ خدت ايه؟ هو انت خدتي ان البنت دي ممكن تأثر نفسيا؟ انت شايفه قد ايه البولينج على السوشيال ميديا؟ شايفه قد ايه البولينج في المدارس؟ لما انت لازم تعلمي ولادك القيم. انا مش بقول اي كلام عشان ده كلام بتاع تلفزيونات ولا بتاع قعدات، لا انت بجد لازم تعلمي ولادك القيم. لازم تعلميهم ان دينهم ده في كل حاجه، في الاحترام، في ان انا اقدر مامتي، في ان انا اقدر ابويا، في ان انا اقدر يعني في ان انا اقدر نفسي، في ان انا اقدر البني ادمين اللي حواليا. كل كلمه هتطلع من بقك انت تحاسبي عليها. صح. فخلي بالك. فاوعي تفتكري ان الشهره ما بتتحاسبيش عليها. انا مثلا الفتره اللي فاتت اتحاسبت على شهرتي. ازاي؟ انا دخلت المستشفى 4 مرات الفتره اللي فاتت. ليه؟ من ايه؟ حصل لي هبوط حاد، من الضغط يعني، من الستريس. من الستريس. ستريس شغل مع ستريس. انت ام وزوجه وماذر وبتشتغلي. انت عشان تعملي بالانس اتس ريلي هارد. ولما تحاولي تعمليه والبرفكشن اللي انت عايزه تكوني فيه انت خلاص انت وقعتي. مين بقى هيشيلك؟ انت تشيلي نفسك. ما هو الناس مش هتفضل تشيلك طول الحياه. وتعلمت حاجه تانية. اتعلمت ان مش هعتمد على حد. عمرك ما تعتمدي على حد. اعتمدي على نفسك وربنا وبعدين نفسك. اللي هيشيلك هو نفسك، واللي هيوقعك هو نفسك على فكره. فحاولي ان انت تعملي بالانس في قلبك وتقولي لنفسك اهدي، كل حاجه هتتحل. على فكره كل المشاكل اللي هتحليها، اكيد مشاكلنا كبيره مش صغيره في شغلنا ولا في حياتنا، تحليها بالهدوء. وده صعب عليا لان انا مجنونه. انا عصبيه موت. عشان اهدي هتتحل. واللي بيقولك كده حد قريب منك يهديكي، تشتكي، تطلعي، وبعدين تتكلمي. هو ده السبورت سيستم بقى اللي بيخلي الواحد قادر انه يكمل. صح. ونفسك. وهرجع اقولك تاني، انا اللي بعمل كده في نفسي. انا اللي بوقع نفسي وانا بكبر نفسي. ما توقعيش نفسك، ولو وقعتي هتطلعي نفسك عادي. سهله. طب انتي بتعملي ايه بقى؟ اكيد بتتاثري بالبيوتي ستاندرد. انتي اصلا بتشتغلي في البيوتي اندستري، فانتي حواليكي كل البيوتي ستاندردز بمختلف انواعها، بالرياليستيك والانرياليستيك، وبالحاجات اللي بجد بتضغط على اي بنت او بتحسس اي بنت ان هي especially في السوشيال ميديا. ف how do you deal with it as someone who works in the beauty industry وحواليكي كل البيوتي ستاندردز دي؟ هقول لك حاجه عشان تبقي عارفه برضو شخصيتي كويس. انا بتعزم كتير قوي على ريد كاربتس. ما انا بكون في المكان سواء في السعوديه في دبي، بتعزم كتير قوي. انا مش عايزه انا اللي اطلع. انا عايزه شغلي اللي الناس كلها تتكلم عليه.
فدي معناها ان انا ما تاثرتش ان انا عايزه اكون زي السيلبرتي. انا مش آه. عايزه اكون زي السيلبرتي. اه هي سيلبرتي، انا ميك اب ارتست. انا عايزه شغلي الناس تتكلم عليه، مش عايزه ريهام الناس تتكلم عليه. فاي حد بيعزمني على ريد كاربت ما بروحش. ليه بقى؟ عشان دي مش شغلتي، دي شغله السيلبرتي. دي مش بتاعه ميك اب ارتست، دي بتاعه سيلبرتي تطلع على ريد كاربت. فانا عارفه انا المفروض اكون فين والسيلبرتي المفروض تكون فين. صح أوكي. ولا لا؟ بس انت بتفضلي تبقي خلف الاضواء؟ طبعا 100%. انا ولا مش هتبسطيني يعني ما تعزميني على ريد كاربت. انت مش هتبسطيني خالص. مش هتبسطيني لما اكون الميك اب بتاعي طالع على الريد كاربت وحش وانا في الاخر طالعه جنب السيلبرتي. ما انا شكلي زي القرف يعني. أيوة. انا عايزه شغلي اللي بيتكلم عني، مش عايزه ريهام اللي يتكلموا عليها. ده انا طول عمري كده. فانا ما تاثرتش بالحته دي. لكن انا عايزه اكون فيمس والناس تعرف مين ريهام وقد ايه ريهام بتتعب وقد ايه ريهام مشيت السلم من 0 to هيرو. ده خد وقت معايا. ودي حاجه عايزه اقول لك عليها برضو. الناس اللي بتبعت لي على السوشيال ميديا بتقول لي ريهام انا عايزه اكون زيك. ازاي وصلتي للسيلبرتي دي؟ يعني ايه ازاي وصلت للسيلبرتي دي؟ او ده اكتر سؤال بيزعلني. بس في بنات كتير دلوقتي عايزين يبقوا ميك اب سيلبرتي ميك أكيد. اب ارتست ولسه هم بقى في الزيرو. هو انتي ازاي وصلتي للسيلبرتي عشان انتي بتقعدي تبعتي لهم على السوشيال ميديا والنبي يعمل لكم ميك اب؟ لا. انا مع ان تمشي من السلم من اوله. الناس بتكره الكلمه دي. ازاي يعني هطلع؟ ده انا على فكره انا ممكن اعمل ترند وممكن لا يا حبيبتي، ما انت هتقعي بسرعه. وكتير ميك اب ارتست موجودين دلوقتي وعلى فكره شاطرين، ما اقولش حاجه، بس اللي بيطلع بسرعه بيقع بسرعه. ومش اي كلام، ده بيحصل قدامك مع الناس اللي انت تعرفيها كويس. بيطلعوا بسرعه بينزلوا بسرعه. لان انت كمان على مر السنين بتبني يور نتورك، فاكيد انت النتورك عارفه يعني في مجالك ايه 14 سنه بتشوفي مشاكل فبتعرفي تهندلي. انا ما عرفتش هندل الموقف الاولاني بس عرفت هندل التاني والتالت والرابع والخامس وقعت في النص وبعدين طلعت تاني. ده اكسبيرينس. ازاي تتعاملي مع كلاينتس ده اكسبيرينس. انا عيطت كتير قوي لمامي لما كلاينتس عاملوني وحش. عيطت بالهبل. وبعدين بصحى من النوم اكنه ما حصلش حاجه. ده بقى اللي انا I'm passionate about my work. ولا فارق لي الفلوس ولا فارق لي انا بعمل لمين. انا فارق لي ان شغلي يبان ويوضح والناس تشوف. ساعتها هيجيلك سيلبرتي واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وساعتها بقى هتقولي لنفسك لا انا جامده. بس تطلعي من السلم من اوله. بس الكومبيتيشن بقت صعبه قوي يا ريهام. يعني النهارده الفيلد بقى مليان. يعني فاهمه قصدي؟ النهارده كل الناس عايزه تبقى يعني زي الترند بتاع ان انا كل الناس عايزه تبقى انفلونسر مثلا. كل الناس عايزه تبقى ميك اب ارتست. كل الناس في كده كام مجال كل الجيل اللي طالع عايز يشتغل فيه حبه. مفيش مشاكل. فازاي هيظهر؟ ازاي هيظهر؟ بمجهودك. اعملي كونتنت حلو. انا بصي هقول لك الحقيقه. انا النهارده هقول الحقيقه. انا ما عنديش فولورز زي حد بيعمل كونتنت اي كلام. انا بعمل كونتنت حلو بتعب فيه بسيب ولادي عشان اقعد اعمل كونتنت. بكون تعبانه بقوم اعمل كونتنت. بكون سفريه لسفريه لسيلبرتي لبرايد وفي النص مسافره وفي النص طالعه وفي النص بشوف ابني اللي في المدرسه. ده كله كده على بعضه متعب. طب انا في الاخر بنزل لكم فيديو ما بيجيبش لايكس. بنزل لكم كونتنت مليء بالتعب بس ما بيجيبش شغل. بس شوفي كونتنت تاني اي كلام مليونز اوف فولورز مليونز اوف لايكس. هل ده هيأثر فيكي؟ شويه بس ده ما يفرقش. يعني انا ساعات بقعد اقول لنفسي بجد بعد التعب ده كله ما جاليش لايكس كتير. ليه؟ انا ليه مش عندي فولورز زي ما حد بيعمل بجد كونتنت اي كلام وعنده فولورز كتير؟ ولا ده يأثر معايا؟ ما بقاش يأثر معايا انيمور. انا هعمل الكونتنت المظبوط تعبت فيه. انا عارفه ان بعد كده براند هتدخل بعديها ب3 سنين هتقول ايه الجامده اللي عامله كونتنت حلو ده احنا عايزينها. وده حصل معايا اوريدي. واكبر دليل ان انا اشتغلت مع شارلوت تيلبري. ودي كانت بالنسبه لي كان يمكن دي اكتر حاجه انا مبسوطه منها في حياتي لان it was my dream come true brand. بجد انا بحب البراند دي قوي. انتي بتحسي قد ايه هي براند luxurious وبتحسي قد ايه الناس وهي بتتعامل معاكي
ان انت worth more. كل ما بتشتغلي معاهم يقولوا لك انت جامده، انت ايه الحلاوه دي، ايه شعورك الحلو، مقدرينك. براند بتقدرك، غير براند من 4 سنين قالت لي احنا هنديكي الفلوس الفلانيه وتحس ان ايه، انا هتعب قوي، انا اللي بعمل الكونتنت في الاخر هتدوني ده بس. فاهمه قصدي؟ مش مقدرين، محدش مقدر، او انتوا مش شايفين قد ايه انا تعبت معاكم. لكن دلوقتي انت بتشوفي النتيجه اللي الناس بتشوفها من 4 سنين دي، ايه يعني كونتنت اللي ما جابش لايكس دي. دلوقتي شفتي جالي براند اللي انا بحلم بيها. صح. بس كان ايه احساسك بقى في اللحظه دي لما وصلتي للدريم كام ترو؟ هو كانت في منافسه في شارلوت تيلبي كبيره، بس انا كنت وات ايفر المنافسه انا جامده وانا مبسوطه ان البراند مفيش مشاكل يعني. بس انا مبسوطه ان البراند اختارتني وانا عايزه اكمل معاهم وبشوف يعني هل انا لما انت ساعات بتشوفي البراند ايه البراند الجامده دي، وبعدين لما تشتغلي معاهم تحسي دول اي كلام. صح. فاهمه قصدي؟ طبعا بيحصل. لا انا ما لقيتش ان هم اي كلام، وحسيت ان انا العكس، هم كبروني وانا كبرتهم. احنا الاثنين كبرنا بعض. صح. وده مهم قوي في اي بارتنرشيب مع اي براند عامه. ما هو ده بقى بيجي لك باي اكسبيرينس. ما هو الاكسبيرينس عشان كده بقول لك اطلعي السلم من اوله. وايه المشكله؟ ما انت through the journey انت بتتعلمي كتير قوي، بتتعلمي، بتشوفي الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. مش كل حاجه حلوه في حياتنا، احنا هنشوف حاجات وحشه كتير، بس بتعلم منها، ودي اهم حاجه. يعني patience وهدوء. ولو حاجه حصلت لك اهدي، هيجيلك الحلو. هو صعب يعني، الواحد بيبقى مفيش صبر، ببقى عايزه اوصل. انا مش بقولك ان انا ما حصليش كده، سريع ببقى حاسه ان انا يعني اي بنت او اي حد بيشتغل وعايز يحقق يعني بيبقى حاسس انه لا انا مش قادر استنى، انا العالم سريع قوي حواليا وانا عايزه اواكب وعايزه اوصل بسرعه. شفتي قد ايه منتلي بالكلام اللي انت بتقوليه ده بنتاثر؟ انا ساعات ما بعرفش انام، ساعات ما بعرفش انام لان انت بتتظلمي في النص. بتتظلمي. الناس سريعه، انت ممكن تكوني بتفكري في حاجه دلوقتي وتصحي الصبح تلاقي حد عملها. ده كده ده بيحصل طول الوقت. بس الفكره ان انت تستمري في شغلك، يعني انت passionate about your work وعايزه تستمري وعايزه تكبري وعايزه تنجحي. يعني انا عايزه اعمل جي لو، انا my favorite 2 artists جي لو وبيونسي. يا جي لو يا جي لو تعالي قولي لهم دلوقتي. مش معنى كده ان حلمك مش هيتحقق، انا في حاجات كتيره حلمت بيها واتحققت قدامي. ده عشان انا بحب شغلي. shout out to them في الابيسود. يلا and then maybe it could happen. maybe. بس نرجع تاني للبيوتي ستاندرد. ان بجد اي بنت ما تتاثريش باللي بتشوفيه على السوشيال ميديا، صدقيني مش حقيقي. الناس behind the scenes حاجه تانية خالص. انتي الناس بتبقى تعبانه نفسيا وعندها مشاكل وعندها ظروف قاسيه. انا ممكن انا رحت شغلي وانا رجليا متجبسه. دي حاجات ما حدش يعرفها بقى. رحت شغلي كتير وانا رجليا كتير. ليه؟ وسفر، وكانش بيبقى معايا اسيستنت، وبسافر واشيل شنطي، والكلاينت في الاخر تقول لي هو انت اتاخرتي ليه؟ عادي، وانت داخله اصلا داخله متجبسه. انا مره اجلت ان انا اجبس ايدي عشان انا عندي عروسه في اسكندريه، فانا لازم اروح في الميعاد بتاعي، بس ما ينفعش اجبس ايدي قدامها، مش عارفه اشتغل. فتتألمي وانت ما حدش حاسس وترجعي عادي. لا ثانيه، انت اشتغلتي وايديكي مكسوره؟ مش مكسوره، كان عندي يعني تمزق في الاربطه ولازم اتجبس. لازم دلوقتي اتجبس. وانت ايدك هي شغلك، هي حياتك. you have to go to your work. انا بقى اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا اتاخر على حد. انا ببقى مستغربه من ميك اب ارتست بيتاخروا على الناس. حرام. العروسه اللي قاعده مستنياكي دي حرام. واعرفي ان انا لو اتاخرت في وقت ده مش بسببي. يا برايد قبليكي اخرتني، يا الطريق، يا اكتوبر واقف، يا في سبب ما، لكن انا ما بحبش اتاخر على حد. ولو عندي حاله وفاه انا هروح شغلي، ولو رجليا متجبسه هروح شغلي، ولو ايديا محتاجه تتجبس انا برضو هروح شغلي. لو ابني عنده حراره 40 ولازم عندي عروسه هروح برضو. لو انت حرارتك 40، انا رحت مره وانا حرارتي 40 للكلاينت. لا level dedication incredible بصراحه. ما هو ده اللي ده بيحصل ده من اللي الناس ايه؟ مش شايفاه. ده اللي الناس عمرها ولا انا عمري ما بتكلم على ماي بيرسونال لايف على السوشيال ميديا، ولا هطلع اقول لك انا تعبت النهارده بجد ما حدش حاسس بيا، ولا هطلع على السوشيال ميديا اعيط ولا الكلام ده. انا ربنا هيجيب لي كل اللي انا عايزاه لاني تعبت. ربنا شايفني انف، مش محتاجه اكتر من كده. فكل اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا از فيك،
وكل اللي انا عايزاكي تعمليه او اي حد يونج يعمله protect yourself من السوشيال ميديا. take a break وقولي انا مش لازم اكون زي حد، انا different، انا يونيك، مش لازم اكون زي الشخصيه الفلانيه. عايزه تكبري وتبقي ميك اب ارتست، روحي كلمي الميك اب ارتست اللي انت بتحبيها، قولها كلمتين حلوين هتديكي. على فكره انا لما حد بيقول لي انا نفسي اكون زيك، مش زي ما بيقول لي انا نفسي اكون زيك هوصل ازاي للسيلبرتي. في فرق. انا نفسي اكون زيك، انا نفسي اتعلم منك ازاي عملتي كده. هرد عليها واقول لها ده في كتير، وارد عليها واقول لها انت هتبقي احسن مني، وبس لازم تكوني بتحبي شغلك. فكرتيش تعملي ماستر كلاسز؟ عملت كتير ماستر كلاسز، بس يعني الفكره ان انا ما عنديش وقت ان انا افضل اعمل وسط كل ما هو انا بصي موضوع ان انا اكون مام، ان انا اكون دي حاجه مهمه قوي في حياتي بزياده. يمكن الناس ما تعرفش، بس انا اكون وولادي يشوفوني شاطره، وان انا بقف جنبهم، ولو حد حصل له حاجه ابقى جنبه منتلي كمان وفيزيكلي، يعني الاثنين. دي حاجه مهمه عندي قوي، ان ولادي ما يحسوش ان انا مش موجوده. انا لازم اكون موجوده في حياتهم، في كل بارت في حياتهم. فان انت بقى تكوني بتعملي كل الجوبز دي، وفي الاخر حد يقول لك ايه ده انت الميك اب بتاعك مش احلى حاجه، ولا ميك اب ارتست يجي يقول لك انت عملتي كذا وعملتي كذا. حرام يعني، it's not fair. ولا تحسي بظلم في شغلك، it's not fair يعني. بس God is fair، ربنا is fair. بس صح كده. ريهام انا هختم معاكي بتايم كبسولة زمنية. قولي لي كمان 10 سنين عايزة تقولي ايه لنفسك؟ انا ممكن اكتب لنفسي، عشان انا بحب اكتب قوي. يعني بحب كل حاجة عايزة اعملها اكتبها بايدي. اقول لنفسي اديكي ورقة وقلم تكتبي؟ لا مش لازم. ماشي، مش للدرجة دي. اقول لنفسي ان انا تعبت كتير في شغلي، وتعبت كتير كأم، وتعبت كتير كزوجة، وتعبت كتير في الدنيا دي. تعبت دي بمنظوري انا، مش منظور يعني ممكن حد تاني يكون تعب اكتر مني. بس انا بحياتي انا الشخصية انا تعبت كتير، وبرافو عليكي، انتي عملتي كتير حاجات محدش عملها، وحققتي دريمز انتي كنتي بتحلمي بيها. I'm proud of you. I'm proud ان انتي شاطرة وام كويسة، والحمد لله ان انتي عملتي الاسرة الحلوة دي. بس مش عارفة ده حلو لا، بس يعني عشان انا عمري ما بقول لنفسي كده. I never celebrate my achievements، عشان انا ما عنديش وقت. فانا بسلبريت مع achievement دلوقتي، وبقول لك الحمد لله انا مبسوطه باللي انا فيه، ومبسوطه كأم وكواحده بتشتغل كزوجه، ومع my family اللي انا ممكن يكونوا تعبوا معايا كتير. الحمد لله. ريهام it was amazing having thank you. يعني في الكونتكست المختلف بتاع ان احنا on camera دلوقتي، غير ان احنا صحاب، وغير ان كل ده تحسي ان I discovered a part of you that I didn't really know. يعني يمكن ده كمان الناس ما تعرفوش كتير. بس انا اللي بتكلم الكلام ده، يمكن انت اللي مريحاني ان انا اتكلم فيه. فانا مبسوطه انا معاكي. وانا اكتر. وكل سنه وانت طيبه. I love you. وانت رمضان كريم، ورمضان كريم على كل الناس على السوشيال ميديا وفي العالم، وبيونسي وجيلو. رمضان كريم. Thank you. Thank you ريم، بجد كان